انت تعرف ان منتخب مصر الاولمبي لو فلت من فرنسا هيقابل الارجنتين، ولو فلت من الارجنتين هيقابل فرنسا. تعال اقول لك ازاي. امبارح بعد ما صعدت اول على حساب اسبانيا اللي هو كان اقوى ماتش للمنتخب في الاولمبياد، انت اوريدي ساعتها حققت حاجه للتاريخ. خلاص انت صعدت اول على مجموعه فيها اسبانيا. بعدها كلنا كنا منتظرين مين اللي المنتخب هيلعبه في الدور اللي بعد كده. كان هيلاعب تاني مجموعه اليابان، ما كناش لسه نعرف وما كانتش لسه المجموعه اتحسمت بشكل رسمي. امبارح المجموعه اتحسمت وخلاص. مصر هتلاعب الباراجواي، هتلاعبها يوم الجمعه الساعه 8 بالليل. بص احنا كلنا ان شاء الله منتظرين مستوى عالمي من المنتخب زي الماتش بتاع اسبانيا، وان شاء الله نعدي باراجواي. اللي باقي دلوقتي اصلا في الاولمبياد كلها من منتخبات 8 منتخبات. الصفه بتاعتك اللي انت هتاخد منها الماتش اللي بعد باراجواي، انت عندك مصر، باراجواي، الارجنتين، فرنسا. يعني لو كسبت باراجواي هتلاعب الكسبان من الارجنتين وفرنسا. الناحيه الثانيه في اليابان، في اسبانيا، في المغرب، في امريكا. بس انا السنه دي بعد الفوز على اسبانيا منتخب مصر اوريدي على سقف طموحاتي. بعد ما كنت كل سنه ببقى مستني البرونزيه وبعمل عليها انجاز، انا السنه دي مستني فضيه او ذهبيه، وان شاء الله تتحقق. دي امنيه من امنياتي. انا الامنيه الثانيه اتمنى ان منتخب المغرب يصعد ويبقى النهائي في الاولمبياد عربي. تخيل كده النهائي بتاع الاولمبياد يبقى مصر والمغرب، يا حلاوه. طبعا اللي انا بقوله ده شبه مستحيل، ولكن مش مستحيل. انا بالنسبه لي دلوقتي بعد ما كسبت اسبانيا، لو لعبت بنفس المستوى ونفس الروح واديت بنفس الجرينده واللعيبه كلها كانت رجاله، لا انا بالنسبه لي انافس على البطوله. ايه اللي يخليني انافس على مركز ثالث ورابع؟ انا بالنسبه لي انافس على البطوله. بص اللي يخليك تنافس على مركز ثالث ورابع يخليك تنافس على البطوله نفسها. فانا اتمنى ان احنا يوم الجمعه الساعة 8 نكسب باراجواي، ونستنى اللي هيكسب من الأرجنتين وفرنسا، وربنا يسهل الماتش اللي بعدها.